أذكى سرقات التاريخ، حينما تسرق خزنة بنك يزن بابها فقط 20 طنا من الفولاذ، فحتى لو حاولت تفجيره بقنبلة وديناميت لن تستطيع اختراقه مهما حدث. في أحد أشهر بنوك فرنسا وأغناها، في مدينة نيس الفرنسية، في بنك مؤمن بأحدث التقنيات التكنولوجية وقتها، ولكن كان هناك رجلا سيكتب التاريخ بإحدى أغرب وأذكى عمليات السرقة في التاريخ، وسيصبح بطلا شعبيا كروبن هود حرفيا، بل إنه سيتفوق عليه في عملية لن ينساها التاريخ كله، عملية جرذان المجاري. في مدينة نيس الفرنسية يسافر أغنى أغنياء العالم إليها في الصيف لتقضية الصيف على شواطئ الريفيرا الفارية، ويحمون أموالهم هناك في بنوك المدينة الغنية. وأهم بنك هناك هو بنك سوسيتي جنرال، أقدم بنوك المدينة وأعرقها وأغناها. يأتي الموظفين صباحا كالعادة ويحاولون فتح الخزنة الرئيسية للبنك التي يوجد بها خزنات العملاء الأثرياء وأموالهم ومقتنياتهم الثمينة التي تقدر بملايين الدولارات. ولكن هناك شيء خاطئ، فالباب الذي يزن أطنانا لا يفتح، ولم تفلح أي محاولة حتى لفتحه. يقفون غاضبين ناقمين يريدون الحصول على أموالهم، فكان هناك حل وحيد لا ثاني له: الصدمة الكبرى. بعد أن فشلت كل المحاولات في فتح الباب، قرروا اختراق الجدار الإسمنتي الجانبي لمعرفة ما حدث. وكانت الصدمة الكبرى، لقد حدث المستحيل حرفيا، وتعرضت الخزنة للسرقة حينما رأى مدير البنك جميع خزن العملاء مبعثرة وقد سرق كل شيء حرفيا. لتهرع كل أجهزة الشرطة والأمن الوطني ليكتشفوا إحدى أكبر سرقات التاريخ وأكثرها عبقرية، والتي ستتحول لأسطورة يتكلم عنها العالم كله: السارق الأسطورة وعصابة جرذان المجاري. مصور عادي يملك استوديو متواضع في الريف يدعى ألبرت سباغياري. قبل عامين أخبر صديقا له يعمل في البنك أن الخزنة الرئيسية لا يوجد بها جهاز إنذار، فراودته الفكرة واعتصرت في ذهنه لعامين، وبدأ التخطيط. استأجر صندوق أمانات داخل الخزنة الكبيرة وقام بتصويرها خلسة بالكاميرا، ثم دخل في أنفاق المجاري وخدع البلدية بأنه مقاول، وحصل على خريطة لمدينة المجاري الضخمة أسفل مدينة نيس. ثم بدأ جمع عصابات متخصصة في كل شيء، من كبار عصابات مارسيليا متخصصين في الحفر والإنشاءات للخنادق والأنفاق وفتح الخزنات، وكهربائيين ومهندسين لحفر نفق يمتد من المجاري إلى قلب الخزنة نفسها. وبدأ الحفر يوما بعد يوم، وبالأعلى شبكة ضخمة من رجال المراقبة مع أجهزة لاسلكي لتحذيرهم من أي خطر، بخطة وجدول أعمال ناجح، حيث أن كل رجل يعمل لمدة يوم واحد كل 3 أيام فقط، حتى لا يثير الشبهات بتردده يوميا على المكان، وحتى يستريح الرجال من العمل، بل إنهم استأجروا طبيب خاص لمحاولات الطوارئ، ومدوا خطا كهربائي ونشروا الإضاءة على طول النفق والمراوح الصغيرة. وبعد 63 يوم يصلون إلى الخزينة ويبدأون في اختراقها في عطلة الأسبوع. الوصول للكنز. بعد معاناة في اختراق الإسمنت المسلح يصلون أخيرا للخزنة، وكأنهم قد فتحوا للتو مغارة علي بابا، ثم قاموا بلحم باب الخزنة من الداخل لمنع أي شخص من الدخول. ثم بدأوا فتح خزن الأمانات، فكانت الثروة التي لا تصدق: مجوهرات وأموال وسبائك ذهبية وسندات وشيكات وشهادات استثمار. ثم تناولوا وليمة أسطورية في أواني من ذهب عثروا عليها في أحد الصناديق، وفجأة وهم جالسون يجدون 3 ملايين دولار ترمى عليهم من شباك صغيرة في الخزينة. وكان هذا الشباك المسلح يستخدم في عملية الإيداع الليلة من البريد الفرنسي، وكأن هناك ثروة أخرى ترمى على رؤوسهم. يا له من حظ رهيب. وقبل أن يغادر كتب على حائط الخزانة رسالته الأخيرة: بدون سلاح وبدون عنف وبدون كراهية، الهروب والقبض عليهم. يهرب الجميع ويتقاسمون الأموال، وتبدأ المطاردات من شرطة وحكومة فرنسا كلها وراءهم، وترصد مكافأة $500,000 لأي شخص يتسبب في القبض عليهم. وبينما 2 من العصابة يقومون ببيع الذهب في أحد المتاجر، يشك فيهم العامل ويبلغ الشرطة،
ليتم القبض عليهم، وتكتشف الشرطة أنهم من عصابة جلذان المجاري. وبعد تحقيقات مطولة يصلون للعقل المدبر ألبرت سباغياري ويتم القبض عليه. وخلال استجوابه على مدار يومان يرفض الاعتراف بأي شيء، ولا يجدون أي دليل غير اعتراف فرد واحد عليهم، ولكنهم يهددوه بسجن زوجته التي كان يعشقها، حيث عثرت الشرطة في منزله على أسلحة غير مرخصة، فيهددوه بسجنها لمدة طويلة ليضطر ألبرت الاعتراف أخيرا. الاعتراف والهروب. اعترف ألبرت بكل شيء تفصيلية دون أن يكشف عن أي اسم من أفراد العصابة أو حتى يعيد المسروقات، وبسبب تعاونه كان سيسجن لمدة 2 عام فقط. وفي اليوم الأخير من المحاكمة يخرج من جيبه 3 ورقات رسم فيها شبكة ناس للصرف الصحي. لم يفهم القاضي شيئا لينهض ألبرت بحجة مساعدته، وفجأة يقفز من الشباك على سيارة بالأسفل، وكان بانتظاره دراجة نارية هرب بها على الفور. وفي اليوم التالي أرسل شيكا ب$1000 لصاحب السيارة التي قفز عليها كتعويضا عن الأضرار. وأمضى ألبرت بقية حياته يسخر من الشرطة ويرسل لهم الصور والفيديوهات التي تنشر بالمجلات والصحف. يتوفى في النهاية بمرض السرطان بعمر 59، ليكون الرجل الذي نفذ واحدة من أذكى سرقات التاريخ، ويصبح بطلا شعبيا في عيون الفرنسيون والعالم كله. الرجل الذي سرق الأغنياء وخدع الشرطة، وهرب دون أن تستطيع الشرطة إمساكه لآخر أيام عمره.